ازيك عزيزي العلمانجي، عامل ايه؟ انا حلو واتمنى يا رب انت كمان تكون حلو. انا جيت. تعالى في البدايه نتكلم عن الجدول الدوري. طبعا انت عارف ان الباب الثاني عندنا بيتكلم عن الجدول الدوري. طيب الجدول الدوري بتاعك بقى ده بيتكون من ايه وعباره عن ايه وجات ازاي؟ هشرح لك في حته بسيطه كده صغيره الجدول جه ازاي. كنت انت اصلا خدتها في اعدادي وعندك المعلومه من اعدادي. الجدول الدوري بتاعك ان هو جه كان اول حاجه كان مندليف، كان قرر انه يعمل جدول يصمم او يسهل فيه دراسه خواص العناصر ودراسه العناصر بصفه عامه، لان العناصر بدا عددها يزيد وبدا ان هم محتاجين حاجه تفضل موجوده قدامهم عن تفصيل كل عنصر، مش هيفضل يشتغل عليها كل مره او يعتمد مثلا على نفس شويه ناس حافظاها. فقرر انه يعمل الجدول الدوري واللي سماه على اسمه الجدول الدوري المندليف، واللي رتب فيه العناصر حسب كتلها الذريه. جه بعد كده عالم تاني اسمه موزلي، قرر موزلي انه ياخد جدول مندليف ويصلح عليه شويه حاجات ويضيف عليه حاجات زياده، وقرر ان هو يصلحه بدل ما هو يرتب حسب الكتل يرتبها على حسب الاعداد. وبعد لما رتبها على حسب الاعداد بدا انه يضيف مجموعات كانت ناقصه زي مجموعه الغازات الخامله، والعناصر اللي ما كانتش موجوده على ايام مندليف بدا ان هو يضيفها، لحد لما جينا للجدول اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، الجدول الدوري الحديث، واللي كان برضه مصمم او كان محط لتعديلات اتحطت في ايه بناء عليه. في الجدول الدوري الحديث احنا ما كناش بس بنرتب حسب الاعداد الذريه، لا ده احنا كنا كمان بنرتب على طريقه ملء المستويات الفرعيه. فطيب الجدول الدوري الحديث ده بقى بيتكون من ايه؟ قال لك الجدول الدوري الحديث يتكون من 7 صفوف افقيه. من كام صف؟ 7 صفوف افقيه كنا احنا بنسميهم دورات. وكان بيتكون من 18 عمود رأسي اللي احنا كنا بنسميهم المجموعات. فاصبح دلوقتي الجدول الدوري بتاعي 7 صفوف افقيه او 7 دورات و18 مجموعه. لحد دلوقتي الدنيا تمام ولذيذه وكلام كله انت سهل. كنت انت خدت معلومه كده ان كان قال لك ان الجدول الدوري بتاعك بيتكون من 118 عنصر. من كام عنصر؟ 118 عنصر. طيب معلومه كده نبقى احنا عارفينها وعشان نسهل الدنيا على نفسنا، ال 118 عنصر دول متوزعين ازاي في الجدول الدوري؟ يعني ازاي الجدول الورق اللي انا بشوفها دي قدامي فيها 118 عنصر؟ قال لك عندك الدوره الاولى بتتكون من عنصرين. بتتكون من كام عنصر؟ 2. طبيعي لما اجي ابص في الجدول الدوري، لو انت قاعد دلوقتي وفاتح الكتاب بتاعك او فاتح المذكره بتاعتك ودلوقتي بتبص هتلاقي ان الجدول الدوري محطوط فعلا فيه عنصرين. طيب بعد كده الدوره الثانيه والثالثه مكونه من 8 عناصر. الدوره الثانيه والثالثه فيها كام عناصر؟ 8 عناصر. طيب الرابعه والخامسه بدايه ظهور الفئه دي. الدوره الرابعه دي تعتبر بدايه ظهور الفئه دي، فمعناتها ان هيبقى في عدد الكترونات اكتر هيخش. عدد الكترونات اكتر هيخش. فبناء عليه قلنا ان الدوره الرابعه والخامسه فيها 18 عنصر. فيها كام عنصر؟ 18 عنصر. طب فيها ليه 18 عنصر؟ ليه زادت ال10 دول مره واحده؟ عشان دي فيها 10 الكترونات، وطالما دي فيها 10 الكترونات فمع كل زياده كل الكترون هيفتح لك عنصر جديد، لان انت المفروض خدت في اعدادي ان مفيش عنصر بيتشابه في العدد الذري. مستحيل انك تلاقي عنصر بيتشابه في نفس العدد الذري. دايما العدد الذري خاصيه مميزه للعنصر، وبناء عليه قلنا برضو ان الطيف الخطي او ان الطيف الايه او طيف الانبعاث برضو خاصيه مميزه للعنصر لانه معتمد على العدد الذري. طيب فانا عندي 10 الكترونات هيزيدوا، فبدل ما كانوا 8 عناصر بس هيزيد عندي 10 يبقى 18 عنصر. هيرجع في الدوره السادسه والسابعه يزيد معاك الموضوع اكتر لحد لما هيوصلوا ل 32 عنصر. لكام عنصر؟ 32 عنصر. فاصبح دلوقتي عرفت كل دوره عندي فيها كام عنصر وهكذا. طيب تعالى بعد كده، المفروض ان انا ما اقولها وانها انت خدتها قبل كده وان احنا في وسط الشرح قلناها، بس انا بحب التفاصيل كلها تبقى معاك عشان لو انت لسه ما تعرفش اي حاجه عن الباب يبقى الحصه دي بالنسبه لك ملمه لكل تفاصيل الباب. طيب عناصر نفس المجموعه، يعني ايه عناصر نفس المجموعه؟ يعني عناصر موجودين في مجموعه واحده في عمود رأسي واحد. قال لك هتلاقي ان العناصر اللي موجودين في العمود الرأسي الواحد ده هي عناصر تتفق في عدد الالكترونات، تتفق في عدد الايه؟ الالكترونات بتاعت ايه بقى؟ غلاف التكافؤ الاخير. ايه هو غلاف التكافؤ الاخير ده؟ مستوى الطاقه الاخير. مستوى الطاقه الاخير بتاعك ده بنسميه غلاف التكافؤ الاخير، اللي بيحصل فيه سواء الفقد او الاكتساب. فانت دلوقتي لو جيت لقيت عنصر مثلا كده هتلاقيه ان هو متفق في عدد الالكترون الاخير، نفس الالكترون الاخير اللي هنا نفس اللي هنا، مش هما في نفس المجموعه؟ يبقى ده الالكترون اللي هنا الالكترون الاخير هنا هو الالكترون الاخير هنا. طيب تاني ملحوظه، قال لك هتختلف في عدد الكم الرئيسي اللي هو الN، واللي احنا عارفين ان الN ده بيمثل لي على الرقم الدوره واللي هو رقم المستوى. ما انت كنت بتقول الكي ب2، يعني انت كده في الدوره الايه؟ كنت بتقول ان انت كده في الدوره الثانيه. لما بتقول الN ب2 يبقى انت كده في الدوره الثانيه، الN ب3 يبقى انت كده في الدوره الثالثه وهكذا. طيب فبالنسبه لي اللي هيبقى مختلف عندي مين؟ رقم الدوره، بس عدد الغلاف التكافؤ الاخير او المستوى الطاقه الاخير هيبقى فيه نفس عدد الالكترونات. تعال ناخد عنصرين سهلين خالص 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 اهو.
ادي الليثيوم Li3 وبعديه الصوديوم Na11. ده المستر، ممكن المستر بيضحك عليا حاطط عنصرين تحت بعض كده ويقول لي يا مستر، يقول لي كده ده هما كده مظبوطين في المجموع. تعال نوزعهم. الليثيوم هوزعه لك، بص توزيع اللي انت بتحبه وبتموت فيه. كي فيها 2 والال فيها 1. تعال هنا الكي فيها 2 وادي ال فيها 8 وادي الام فيها 1. صعب الكلام ده؟ ايه اللي انت لاحظته؟ والله يا مستر فعلا لقيت ان المستوى الطاقه الاخير فيه 1 الكترون، وهنا برضو فيه 1 الكترون. هنا كان ال فيه هنا دورتين، هنا بقى فيه 3 دورات. يبقى انا دلوقتي عناصر نفس المجموعه مختلفه في عدد الدورات بس متساويه في الكترونات المستوى الطاقه الاخير. طب تعالى في الدوره. قال لك الدوره بقى عكس المجموعه. مش انت وانا قلت بتتفق في الكترونات الغلاف الاخير؟ قال لك هنا بقى تختلف في عدد الكترونات غلاف التكافؤ الايه؟ الاخير. مختلفه. انت فوق في المجموعه قلت متشابهين، لا هنا مختلفه. طب مين اللي هيبقى متشابه او مين اللي هيتفق؟ عدد الكم الرئيسي اللي هو ان، اللي احنا قلنا بيمثل لي رقم الايه؟ رقم الدوره. مش هما في نفس الدوره؟ فطبيعي يبقى لهم نفس الان. بمثال تعال ناخد دي بس من زاويه ثانيه. ادي اهو ان ايه وام جي، ده 12 وده 11. حاجه بسيطه خالص اهو. بص عناصر حضانه. الان ايه ده اهو كان فيه 2 8 1. طب الام جي 2 8 2. صعب الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي اهو 3 مستويات وهنا 3 مستويات، بس الالكترون المستوى الاخير ده فيه 1 الكترون وده فيه 2 الكترون. اذا غلاف التكافؤ الاخير مختلف بس نفس عدد الدوره او نفس عدد الكم الرئيسي ايه؟ 1 عندي ومتساوي. صعب الكلام ده؟ طيب نخش على اللي بعد كده. فئات الجدول الدوري. الجدول الدوري عندي متقسم لفئات. متقسم لايه؟ لفئات. 4 فئات. 4 فئات. طب ايه هم طيب؟ اس وبي ودي واف. فاكر في البدايه قلت لك ايه؟ مش قلت لك انه توزع او ان الجدول الدوري بتاعك اتعمل على اساس حاجتين، الجدول الدوري الحديث على اساس حاجتين: اعداد الذريه وطريقه ملئها، او الاعداد الذريه وتتبعها مع بعضها حسب الاعداد الذريه، وعلى حسب مين؟ طريقه ملء المستويات الفرعيه. فطبيعي ان المستويات الفرعيه عندي اس وبي ودي واف، فطبيعي انه هيتقسم ان الفئه اس فيها العناصر اللي بتتملى فيها الاس، والفئه بي فيها العناصر اللي بتتملى فيها البي والدي والاف وهكذا. طيب تعال نكمل. ازاي اقدر بقى من لو انا معايا عنصر، ازاي اقدر احدد الفئه والمجموعه، الفئه والايه والدوره اللي انا فيها، الفئه والدوره اللي انا فيها. عايز اعرف انا معايا عنصر، عايز اعرف انا في انهي فئه وفي انهي دوره. ممكن يسالني ويديني مثلا عنصر يقول لي انا في موجود في الفئه الايه والدوره الكام، وممكن كمان شويه يقول لي انا كمان في المجموعه ايه. فانا لازم اكون عارف ازاي اقدر اطلعها لو انا معايا العنصر. طيب قال لي اول حاجه الفئه تحدد من موضع دخول اخر الكترون. من موضع دخول اخر ايه؟ الكترون. اخر الكترون حضرتك حطيته بايدك وانت بتوزع، هو ده الفئه بتاعتك، هي دي الفئه اللي الالكترون بتاعك فيها. بمثال، خلينا بس الاول قبل ما نروح للمثال خلينا نكمل. رقم الدوره وقلنا بتحدد من قيمه الايه؟ الان. ببص على قيمه الان بتاعتي، والله على حسب بتاعت مين بقى؟ بتاعت انهي مستوى فرعي؟ بتاعت الاس. هشوف الان اللي جنب الاس، الرقم اللي جنب الاس هشوف هو كام، وده بالنسبه لي رقم الدوره. تعالى هنا عندي كريبتون 36. كريبتون 36 قبل الكريبتون قلنا الارجون 18. قلنا الارجون ايه؟ 18. 4 اس 2 كلام جميل، ادي كده 20. 3 دي كام؟ باقي كده دي كده 20، يبقى ال 3 دي فيها 10، ادي كده ال 30. باقي عندي لسه 6. 4 بي، مش قلنا بقى ان الان بتاعت الاس هي الان بتاعت البي؟ 4 بي باقي كام؟ باقي 6، ادي كده 2 و18 10 20 قصدي، و10 20 و10 30 و6 36. طيب انا عايز اعرف الكريبتون ده موجود في انهي دوره وفي انهي فئه. موجود في انهي دوره وفي انهي ايه؟ فئه. طيب هبص كده، اخر الكترون حضرتك حطيته فين؟ حطيته في ال4 بي 6. ماشي. يبقى انا دلوقتي طالما انا حطيت هنا يبقى انا في الفئه الايه؟ يبقى انا في الفئه بي. يبقى انا في الفئه ايه؟ بي. طيب انا عايز اعرف انت في الدوره الكام. هقوم رايح باص راجع كده اهو لحد لما الاقي الاس بتاعتي اللي في نفس المستوى اللي انا فيه، لقيتها 4 اس. يبقى انا في الدوره الكام؟ يبقى انا في الدوره الرابعه. صعب الكلام ده؟ قدرت ان انا احدد الفئه والدوره من خلال الايه؟ من خلال التوزيع بتاعي. بصيت اخر الكترون انا حاطه في البي، يبقى انا اذا في الفئه بي. بصيت على الان بتاعت الاس لقيتها ب4، يبقى انا اذا في الدوره الرابعه. في مشكله في الكلام ده؟ طيب
تعال نكمل. هنمسك بقى دلوقتي فئه نتكلم عنها. فئه نتكلم عنها. اول حاجه عندي او اول فئه عندي هي الفئه اس. هي الفئه ايه؟ اس. الفئه اس دي موجوده على يسار الجدول الدوري، موجوده على يسار الجدول الايه؟ الدوري. الجدول الدوري بتاعي هي موجوده على اليسار بتاعي. طيب بتتكون من كام مجموعه؟ قال لي بتتكون من مجموعتين. يبقى الفئه اس موجوده على يسار الجدول، موجوده على يسار الايه؟ الجدول. بتتكون من كام مجموعه؟ 2. قال لك يا اما مجموعه الاقلاء اللي هي المجموعه 1A، يا اما الاقلاء الارضيه اللي هي 2A. يبقى الفئه اس بتتكون من مجموعتين بس، 1A و2A. 1A بسميها الاقلاء، وال2A بسميها الاقلاء الارضيه. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب بص يا سيدي، قال لي ان انا دلوقتي عشان بس قبل ما اكمل، هو الاس كانت بتكتمل بكام الكترون؟ 2 الكترون. فده معناته من خلال الاس فيها كام الكترون ممكن اعرف هي كام مجموعه. مش شرط بقى دلوقتي احفظ، انا بس دلوقتي اللي انا عايز اعرفه ان هي موجوده على يسار الجدول. تمام. طب بتتكون من كام مجموعه؟ والله يا مستر هي الاس بتكتمل ب 2 الكترون، فاذا دلوقتي الموضوع بالنسبه لي سهل. يبقى انا عندي الاس طالما بتكتمل ب 2 الكترون يبقى انا عندي مجموعتين. ليه؟ ما هو كل زياده في العدد الذري يعني كل ما الكترون هيتضاف كل ما هي تبقى مجموعه جديده، فالاس اخرها 2، فانا هتفتح عندي كام مجموعه؟ 2. طيب دلوقتي انا عايز اعرف انا في انهي فئه او انهي مجموعه في الاس. قال لي لو انت الاس بتاعتك فيها الكترون واحد، فيها كام الكترون؟ الكترون واحد. ده معناته ان انت في الاقلاء اللي هي المجموعه 1A. طب لو الاس بتاعتك مكتمله فيها 2 الكترون، قال لك ده معناته ان انت في ال2A. يعني انا لو لقيت في اخر مستوى ان انا خلاص حددت ان انا في الفئه اس ولقيت في الفئه اس 1 الكترون، اذا كده انا موجود في المجموعه 1A. طب لقيت فيها 2 الكترون، اذا كده انا موجود في المجموعه 2A. بمثال ريبيديوم، انا عندي اقرب عنصر ليها كريبتون 36 اهو. بعد كده بعد الكريبتون عندي 5S. خلاص ما الكريبتون ده قفل الدوره الرابعه. فيها كام ال 5S؟ فيها 1. مش هو 37 ادي 36 وادي الواحد. حدد لي الفئه والدوره والمجموعه. الفئه والدوره والايه؟ والمجموعه. والله يا مستر انا اخر الكترون حطيته في الاس يبقى انا كده موجود في الفئه اس. صح؟ وحضرتك قلت لي ابص للان للاس، ادي الان للاس ب5 يبقى انا موجود في الدوره ال5. كلام جميل. طيب انا اخر الكترون فيه الكترون واحد يبقى انا اذا كده انا موجود في المجموعه 1A. تعالى هنا كالسيوم، عايز توزعه ارجون 18 وزعه اهو ارجون 18 4S2 ادي كده ال 20. الاس فيها كام الكترون؟ 2. طيب اخر الكترون حضرتك حطيته فين؟ حطيته في الاس. يبقى اذا حضرتك موجود في الفئه اس في الدوره الرابعه في المجموعه الاس فيها كام الكترون؟ قلنا 2. يبقى انا في المجموعه 2. وادي الفئه اس خلصت. تعال على الفئه اللي بعدها. الفئه اللي بعدها عندي هي الفئه بي. الفئه ايه؟ بي. طيب الفئه بي قال لك توجد على يمين الجدول. يبقى انا دلوقتي الفئه اس على يسار الجدول والفئه بي على يمين الجدول. طيب الفئه بي قبل ما انزل لعدد المجموعات، الفئه بي بتاخد كام الكترون؟ 6 الكترونات يا مستر. خلاص ادي ال6. يبقى انا كده بتتكون من كام مجموعه؟ 6 مجموعات. يبقى انا بتتكون من كام مجموعه؟ 6 مجموعات. ادي اهو يا باشا ال6 مجموعات بتوعي. منهم مجموعتين بس اللي مهمين، هم كل المجموعات مهمه بس هم اشهر مجموعتين بيحصل عليهم كلام. مجموعه اسمها الهالوجينات اللي هي المجموعه 7A، ومجموعه اسمها الغازات الخامله اللي هي المجموعه الصفريه او المجموعه 0. يبقى انا عندي الهالوجينات والمجموعه الصفريه دول موجودين في الفئه بي. طب والفئه بي بتتكون من كام مجموعه؟ 6 مجموعات. طيب ازاي اقدر برضو في البي احدد انا في انهي مجموعه؟ انا عندي 6 مجموعات، ازاي اقدر احددها؟ قال لك بص، مش انت لما بتيجي توزع بتلاقي الان للاس هي الان للبي؟ قال لي ماشي. قال لي بص مش مشكلتنا، مش الاس بيبقى فيها الكترونات؟ قلت له اه. وقال لي والبي بيبقى فيها الكترونات؟ قال لي اه. قال لي ناتج جمع الالكترونات اللي في الاس وفي البي تديك رقم المجموعه، تديك رقم الايه؟ المجموعه. خلاص كلام جميل. تعال نجرب كده. انا عندي اهو ارجون 18 وزع بعديه 4S2 بقت ال 20 3D 10 اتقفلت خلصت كده ال 30 4B 3. كلام جميل. حدد لي من هنا الفئه والدوره والمجموعه. انا اخر الكترون حاطه في البي يبقى انا موجود في الفئه بي. الدوره
هبص على الان بتاعت الاس، الان بتاعت الاس بكام؟ باربعه، يبقى انا في الدوره الرابعه. بعد كده انا عايز احدد المجموعه، المستر قال لي عشان تحدد المجموعه هتبص لعدد الالكترونات اللي في الاس مع عدد الالكترونات اللي في البي، 2 و3 كام؟ 5، وبميز جنبها الرقم ايه؟ الرمز ايه؟ يبقى الاس والبي هما العناصر او هما المجموعات اللي بحط جنب رقم المجموعه ايه؟ بحط جنب رقم المجموعه ايه؟ طيب بص يا مستر، انت بص انا مش متاكد منك بصراحه، انا عايز اتاكد انا، فانا ممكن نجرب في حاجه مثلا سهله او في عنصر سهل مثلا. خلينا ناخد الالومنيوم، انت كده كده عارفه وحفظته واشتغلت عليه كتير، ايه ال 13. ممكن نوزعه؟ ماشي يا مستر وزعه نيو، ماشي يا مستر مع اني كنت هوزعه 1 اس بس ماشي، ادي نيون 10. بعد كده النيون 10 ده معناته ان انا هبدا في الايه؟ في ال 3 اس 2، بعد كده 3 بي 1، ادي ال 13. انا موجود في الفئه كام يا ريس؟ موجود في الفئه بي لان اخر الكترون انا حاطه في البي. طب المجموعه؟ مستر انت نسيت الدوره بس مش مشكله هقولها لك، ادي 2 وادي 1، 1 و2 3، يبقى انا في المجموعه 3 ايه. ادي نخش بعد كده على الدوره، بص للان بتاعت الاس يا مستر، الان بتاعت الاس ب3 يبقى انت في الدوره الثالثه. كده كده انت عارف الكلام ده، وكده كده لو رجعت الكتاب سواء هنا او هنا ومشيت على التفاصيل دي، الفئه دي والدوره دي والمجموعه دي، هتلاقي العنصر اللي موجود قدامك. طيب خلينا نكمل، خلصنا الفئه بي، نخش على الفئه اللي بعدها. فئه هي مش صعبه بس ولكن تفاصيلها كتيره شويه. الفئه دي انا عندي الاس موجوده على يسار الجدول والبي على يمين الجدول. الفئه دي موجوده في المنتصف، موجوده في منتصف الايه؟ الجدول، موجوده في منتصف الجدول بتاعي. طيب قال لي موجوده فين؟ قلنا في منتصف الجدول. بتتكون من 10 اعمده رئيسيه، ركز عشان هيحصل فرق دلوقتي. بتتكون من كام عمود؟ 10 اعمده. ما هو طبيعي، ما هو البي كانت بتتكون من 6 اعمده اللي هم 6 مجموعات، والاس كانت بتتكون من عمودين اللي هم مجموعتين. الدي بما انها قصدي بتكتمل ب 10 يبقى اذا هي ايه؟ 10 اعمده. طيب ال10 اعمده بتوعي دول اللي موجودين قدامي دول بتكون لي كام مجموعه؟ قال لي بتكون لي 8 مجموعات، بتكون لي 8 مجموعات. يجي لك على الحته دي سؤال علل، طالب ازهر او طالب حتى ثانوي عام دلوقتي مع الاسئله المقالي ممكن يجيب لك سؤال علل، يقول لك علل ليه المجموعه دي او الفئه دي بتتكون من 8 مجموعات بالرغم انها 10 اعمده، او يقول لك علل تشذ المجموعه الثامنه عن باقي المجموعات الجدول. مش هقول لك عن مجموعه الفئات اللي هي فيها، لا عن مجموعات الجدول كلهم. قال لك لان المجموعه الثامنه اللي موجوده عندك دي بتتكون من 3 اعمده، يعني المجموعه الثامنه الوحيده بتتكون من كام اعمده؟ 3. انت المفروض ان انت عندك اهو، لو جينا حتى نقولها، انت بتبدا بال 3 بي، بعد كده 4 بي، بعد كده 5 بي، بعد كده 6 بي، بعد كده 7 بي، واخيرا المجموعه الايه؟ الثامنه. بعد المجموعه الثامنه بتبدا بقى 1 بي 2 بي. صعب الكلام ده؟ لا، هم دول المجموعات، عدهم كده كام مجموعه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مجموعات. المجموعه ده اهي ما بتاخدش حرف، مميزه عنهم، ما بتاخدش ايه؟ ما بتاخدش جنبها بي، تتكتب 8 بس كده. بس بتتكون من كام عمود؟ من 3 اعمده. من كام عمود؟ 3 اعمده. صعب الكلام ده؟ لحد الان الدنيا لذيذه. طيب يا مستر انا برضو عايز اعرف، انا كده دلوقتي خلاص عرفت ان هي تشذ وهكذا وعرفت التفاصيل. طب هنا برضو لو جه سالني انا في انهي مجموعه جوه السبعه دول؟ تمام، انا عايز اعرف. شفت انت عملت ايه مع البي؟ خدت عدد الالكترونات اللي في الاس جمعته مع البي. طب انا هنا في الدي، خد عدد الالكترونات اللي مع الاس اجمعه مع الدي. الاس فيها 2 الكترون والدي فيها 2 الكترون، يبقى انا كده في المجموعه 4 بي. البي فئه العناصر الانتقاليه، الدي قصدي فئه العناصر الانتقاليه، فكلها بتاخد الحرف بي. انما الفئه اس والفئه بي بتاخد الحرف ايه. طيب تعالى هنا، سكنديوم 21، ارجون 18، اقرب غاز خامل، 4 اس 2، 3 دي بكام؟ بواحد. طيب قول لي الدوره وقول لي المجموعه وقول لي الفئه. اخر الكترون يا مستر انا حاطه في الدي، يبقى انا اذا انا في الفئه دي. المجموعه يا مستر انا في المجموعه 1 و2، يبقى انا كده في كام؟ في 3 بي. جمعت عدد الالكترونات اللي هنا مع عدد الالكترونات اللي هنا. طب الدوره يا مستر انا هشوف الان بتاعت الاس ب4، يبقى انا في الدوره الرابعه. بص على ال 3 بي الفئه دي الدوره الرابعه، هتلاقي عنصر السكنديوم عندك موجود فيها. طيب
دي بس؟ لا، التفاصيل بس الصغيره اللي موجوده عندها على الفئه دي. خلي بالك، انت معلومه انت اكيد عارفها يعني، ان الفئه دي عندك بتكون بسميها باسم العناصر الانتقاليه، بسميها باسم العناصر الايه؟ الانتقاليه، او الفلزات الانتقاليه. يعني يا بسميها العناصر الانتقاليه يا بسميها الفلزات الانتقاليه. طيب بتتكون من كام سلسله؟ من 3 سلاسل. من كام سلسله؟ 3. وقلنا دي معلومه مش صح قوي، عشان بعد كده هنعرف ان هي بتتكون من اكتر من كده. طيب السلسله الانتقاليه الاولى دي سلسله بيملأ فيها المستوى الفرعي 3 دي. ما طبيعي يا مستر، سلسله انتقاليه اولى وبتكلمنا عن الفئه دي، فاول ظهور للدي في ال 3 دي، فطبيعي ان اول سلسله دي انا هيتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 3 دي، وتقع في الدوره الرابعه. شوف بقى الفاهم بقى اللي حافظ الملاحظات بتاعت الايه، مبدا البناء، مش حافظها اس وبس والجو ده. انا دلوقتي عندي هنا ال 3 دي، قلنا الان بتاعت الدي بتبقى ان ناقص 1 من ان الاس، فلو زودت هنا واحد انا خلاص كده عرفت ان انا في الدوره الرابعه، مش محتاج بقى ان انا احفظها. انا كل اللي انا عرفته ان السلسله الانتقاليه الاولى بال 3 دي. طب في الدوره الكام؟ 3 دي، يبقى انا في الدوره الرابعه. زودت واحد، انا فاهم. طيب وتتكون من 10 عناصر، برضه انا فاهم ان الدي فيها 10 بتكتمل ب 10 الكترونات، ومع زياده كل الكترون انا خلاص قدر ان انا استوعب، فاذا برضه بيبقى بايه؟ ب 10 عناصر. اللي انت بقى هتبدا ان حضرتك نحطك في جزئيه الحفظ بتاعته شويه. قال لك تبدا بعنصر السكنديوم، تبدا بعنصر الايه؟ السكنديوم اس سي 21، وتنتهي بالخرسين زد ان 30. لازم حضرتك مطلوب من حضرتك انك تبقى حافظ بدايه كل سلسله ونهايتها. انا سهلت لك السطر الاولاني، السطر الثاني ده بتاعك انت بقى، انك تحفظ انا ببدا بعنصر ايه وبقفل بعنصر ايه. طيب تعالى على بعد كده، دي خلاص خلصت السلسله الانتقاليه الاولى. تعالى على السلسلتين التانيين. قال السلسله الانتقاليه الثانيه يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي 4 دي. والله يا مستر انا كنت متوقع، لما انت قلت لي اول مره واول ظهور في ال 3 دي، فانا كده متوقع انك هتتكلم عن ال 4 دي. فخلاص قال لك دي تقع في الدوره الخامسه. والله عارف، ما انا عرفت برضه، خلاص عرفت ديتها، عرفت قصتها ايه، وبتتكون من 10 عناصر، مش جديده. تبدا بعنصر الإيثيريوم، ده بقى الجديد، واي 39، وتنتهي بعنصر الكادميوم سي دي 48. خلاص كده دلوقتي يبقى ده السلسله الانتقاليه عند الثانيه، فرق او زياده واحده عن السلسله الانتقاليه الاولى. بدل 3 دي بقينا في ال 4 دي، بدل الدوره الرابعه بقيت الدوره الخامسه. كده 10 عناصر في كله ثابت، بس هناك كانت بتبدا بالسكنديوم وتنتهي بالخرسين، هنا بتبدا باليوتيريوم وتنتهي بالكادميوم. تمام؟ طب السلسله الانتقاليه الثالثه، خلاص بقى مستر اللعبه بقت محفوظه. 5 دي، وهبقى في الدوره السادسه، وهبقى من 10 عناصر. ببدا بايه؟ ببدا بعنصر اللانسيوم اللي ايه 57، وبنتهي بالزئبق اتش جي 80. ودي السلاسل الانتقاليه بتاعت الدي. طيب تعالى بقى نروح للي بعد كده. بعد كده اخر فئه هتكلم عنها هي الفئه اف. الفئه اف هي الفئه اللي موجوده اسفل الجدول الدوري، موجوده اسفل الجدول الايه؟ الدوري. وبرضه في الحصص بتاعتنا قلنا ليه هي موجوده في اسفل الجدول الدوري. طيب قال لك بتتكون من سلسلتين. بتتكون من كام سلسله؟ سلسلتين. سلسله اسمها اللانسينيدات اللي بيبدا فيها ظهور الفور اف، وسلسله اسمها الاكتينيدات اللي بيبدا فيها ظهور الفايف اف. اللانسينيدات من الفور اف برضو ممكن اتوقع ان احنا قلنا ان الفور اف بتبقى ان ناقص 2 من الاس، فاذا انا كده بحدد من الاس يبقى انا في الدوره السادسه. وبتتكون من 14 عنصر عشان الاف بتتشبع ب 14 الكترون. فخلاص الجزئيه الاولانيه محفوظه. قال لك خلي بالك ان اللانسينيدات عناصر شديده التشابه. عناصر شديده الايه؟ التشابه، يعني الشبه بينها وبين بعضها كبير، الشبه بينها وبين بعضها ايه؟ كبير. وعشان كده كان قديما، ركز انا بقول ايه؟ قديما كانوا بيسميها باسم الاكاسيد النادره، كانوا بيسموها باسم الاكاسيد النادره. طب ليه كانوا بيسموها بالاكاسيد النادره؟ عشان كان صعب ان هم يفصلوا ما بين ده وما بين ده. لحد بقى مع التطور العلمي اللي احنا وصلنا له، بدانا ان هم يقدروا ان هم يوصلوا لايه؟ المصطلحات دي. قال لك ان المصطلح ده دلوقتي حاليا بقى خاطئ، حاليا في الزمن اللي احنا فيه ده، عشان بقى عندي اجهزه تقدر انها تتعامل مع الموضوع ده بسهوله، وتقدر ان هي تفصلهم لي عن بعض وتفرقهم لي عن بعض. طيب تعالى على السلسله الثانيه اللي هي الاكتينيدات، ال5 اف، هتبقى في الدوره السابعه برضو من 14 عنصر. قال لك دي بقى الفئه دي فئه لذيذه خالص. قال لك هي بتتميز بكبر انويتها. بكبر ايه؟ انويتها، ان النواه بتاعتها كبيره. طيب ليه كبر انويتها؟ قال لك عشان كده بتبقى عناصر مشعه. عشان كده بتبقى عناصر ايه؟ مشعه. يجي يقول لك علل تتميز الاكتينيدات بكبر نواتها، اقول له والله لانها عناصر مشعه. عناصر مشعه بتاعتي مثاره فيها كميه او طاقه كبيره. طيب علل عناصر الاكتينيدات عناصر مشعه عشان انويتها كبيره.
طيب وكده خلصنا فئات الجدول الدوري واتكلمنا عن الفئات بتاعتي كلها. نيجي بعد كده على شويه بس ايه تبقى فاهم العناصر اللي موجوده عندك في الجدول الدوري. قال لك عندك حاجه اسمها العناصر الممثله. العناصر اللي ايه؟ الممثله. العناصر الممثله دي هو المفروض عن حضرتك انك تبقى عارف تفاصيلها موجوده فين وعباره عن ايه، عشان لو جبت لك عنصر وقلت لك والله هو العنصر ده حدده لي هو ممثل ولا خامل ولا انتقالي رئيسي ولا انتقالي داخلي، لازم تبقى عارف الفرق وعارف دي موجودين فين ودول موجودين فين، عشان لما تحدد الدوره والمجموعه والفئه تبقى انت عارف انت بتتكلم عن انهي عنصر وهل العنصر ده انتقالي ولا لا، لان على اساسه انت هتبدا تحدد. زي بمثال انا بقول لك ان العناصر الممثله هي العناصر الموجوده في الفئه بي واس، يبقى العناصر الممثله دي موجوده فين وفين؟ في البي والاس بس، ولا في الدي ولا في الاف. قال لك ما عدا الغازات الخامله. ما هو طبيعي يا مستر لازم تبقى ما عدا الغازات الخامله لان دي عناصر اصلا ثانيه. فيبقى انا يثبت عندي كل المجموعات اللي موجوده في الاس والبي عناصر ممثله، عناصر مالها ممثله ما عدا مين؟ مجموعه الغازات الخامله. وقال لك جميع مستوياتها ممتلئه، هتلاقي كل المستويات بتاعتها مليانه، كل المستويات بتاعتها مليانه ما عدا الاخير، ما عدا المستوى الاخير. وجميعها تاخذ الحرف A، كلها هتلاقي فيها الحرف A، وعناصرها تميل يا اما للفقد يا اما للاكتساب. بص يا مستر انت في الحصص معودني ان انت ما تقوليش حاجه كده وخلاص، فانا عايز برضو وانت هنا في الفيديو ما تقوليش حاجه خلاص، ما تقوليش ان هي ممتلئه ما عدا الاخير. ما هو يعني ايه ما عدا الاخير؟ تعالى ناخد ايه مثال وليكن من اي فئه. بص يا سيدي احنا قلنا ان هي عناصر ممتلئه كل مستوياتها ممتلئه ما عدا الاخير. تعال ناخد عنصر سهل ولذيذ اهو اتكلمنا عنه في البدايه الليثيوم Li3. استاذن حضرتك توزعه 1s2 وبعد كده 2s1. كل اللي قبلها ده مكتمل صح؟ ما هو خلاص ال1s خلاص اكتمل. هل ال1s هتظهر تاني؟ لا. طب ال2s1 هل ده مكتمل؟ ده نفسه مش مكتمل، ال2s نفسه مش مكتمل ولسه في عندك 2b. فالمستوى الرئيسي هو اللي مش مكتمل مش الفرعي. هو هنا قصده على المستوى الرئيسي مش الفرعي. لما اجي ابص هلاقي ان ال2s وال2b فعلا لسه المستوى الرئيسي الثاني لسه ما اكتملش، ده كده في الكترون واحد بس، فلسه له واحد كمان في الاس وسته في البي. مش خلاص مش المستوى الثاني هيظهر فيه الاس والبي بس، فلسه هنا ولا ظهرت عندي البي ولا اصلا الاس اكتمل. فعشان كده بقول ان العناصر الممثله كلها ممتلئه ما عدا اخر مستوى اللي هو ده. مش ده اخر مستوى عندي ظهر؟ فكله مكتمل ما عدا اخر مستوى. تعالى للغازات الخامله. قال لك هي عناصر جميع مستوياتها ممتلئه، هتلاقي كله مليان من اول مستوى لاخر مستوى، وتوجد في الفئه بي. لما اجي ابص على الغازات الخامله هلاقيها موجوده في الفئه بي، وقلنا ان هي تحديدا موجوده في المجموعه الصفريه واتكلمنا عنها بالتفصيل في الفئه بي. قال لك ويصعب تكوينها للمركبات. يصعب تكوينها للايه؟ للمركبات، ما هي مستقره. قلنا ان صعب عليا ان انا اخرج ذره من حاله استقرارها. ذره مستقره ازاي اقدر احاول اخرجها من مستقرار؟ لا، ده الذره دايما بتسعى انها تبقى مستقره، فطبيعي بقى مش هتدخل في نفسها في مركبات وحاجات من دي، هي كده كده هتخش. واللي يقول لك ان المركبات الخامله ما بتعملش تفاعلات قول له كوسان طيب. المركبات او الغازات الخامله كده كده بتخش في التفاعل، بس ليها شروط معينه عاليه وصعبه جدا عشان تقدر انك تكون لك مركب. ليه؟ لان انت في الوقت ده او في الحاله دي بتحاول انك تخرجها من حاله الاستقرار بتاعتها، فلازم تبذل جهد ومجهود كبير قوي عشان تقدر انها تكون معاك مركب. قال لك خلي بالك ان هي عناصر غازيه واحاديه الذره. احاديه الذره يعني بتتكون من ذره واحده، يعني اليوم بتكتبه كده، الارجون بتكتبه كده. انما لما نكون مثلا ثنائيه الذره ده معناتها زي مثلا الاكسجين بتكتبه O2 زي الكلور Cl2. فده معنى ان هي دي كده ثنائيه الذره، انما كده احاديه الايه؟ الذره. طيب تعال نخش على العناصر اللي بعد كده. عندي العناصر اللي موجوده عندي انتقالي رئيسي وانتقالي داخلي وهكذا. الانتقال الرئيسي هم العناصر اللي موجوده في الدي. العناصر اللي موجوده فين؟ في الدي. يبقى العناصر اللي موجوده عندي في الدي بسميها عناصر انتقاليه رئيسيه. انتقاليه لها ايه؟ رئيسيه. وقال لك هي عناصر جميع مستوياتها ممتلئه، جميع مستوياتها ايه؟ مليانه عدا المستويين الاخيرين. يعني مش هيبقى مستوى واحد بس اللي ايه؟ اللي مش مكتمل، لا ده هيبقوا اتنين. عندك مستويين رئيسيين مش مكتملين. زي مثلا انا عندي هنا التيتانيوم، وزع ارجون 18 4s2 3d ادي كده 10 ادي كده في 2. هل ال4s اكتمل؟ لا لسه ما اكتملش. ليه؟ هو لسه في 4f
انت ناسي ولا ايه؟ انا لسه عندي 4 اف لسه ما اكتملتش، لسه ما رحتلهاش. فاصبح ان ال 4 اف ده او ال 4 اس ده او ان المستوى الرابع لسه ما اكتملش. طب وال 3 دي هي اخر مستوى هيظهر، انا معاك، اخر مستوى فرع هيظهر عندي كده، الاس والبي اكتملوا. بس الدي نفسها مش مكتمله، الدي فيها 2 وهي بتكتمل ب 10، فاصبح النادي عندي ادي مستوى وادي 2، الاثنين دول مش لسه ما اكتملوش بالالكترونات. طيب في الانتقال الداخلي اللي هو الاف، عناصر الفئه اف بسميها انتقاليه داخليه، انما اللي في الفئه دي بسميها انتقاليه رئيسيه. قال لك هي عناصر جميع مستوياتها برضه ممتلئه بس ما عدا الثلاث مستويات الاخيره. عندي اهو هنا هيبقى زينون 54، زينون كام؟ 54. تعال نكمل بعد كده. ادي هنبدا بقى، هيبقى 5 هيبقى 6 اس 4 اف و 5 دي. هعمل ايه؟ هحط الكترونين في الاس. كام الكترون في الاس؟ 2 وواحد في الدي. الملاحظات اللي احنا لسه قايلينها، الكترونين في الاس وواحد في الدي وواحد كمان في الاف اللي هو اللي باقي عندي، عشان انا 54 باقي عندي 4. فاصبح دلوقتي ال6 اس اكتمل، لسه في ال6 بي ولسه ال6 دي ولسه المفروض ان يبقى في اف، بس طبعا ده مفيش. الدي اكتمل، لسه في عندي 5 اف ما اكتملش، والدي نفسه ما اكتملش. ال4 اف اكتمل، هو اخر مستوى فرعي بس لسه ما اكتملش بال 14 الكترون بتوعه. فاصبح عندي كام مستوى كده ما اكتملوش؟ 3 مستويات. اتكلمنا عن العناصر وعرفنا كل الفئه وعرفنا الجدول الدوري بتاعي بيتكون ازاي ومنين وفين. نيجي بقى للبعبع، للمرعب، للمسائل الصعبه جدا اللي بجد هتلاقيها دلوقتي بعد الفيديو اسهل من السهوله. تدرج الخواص بتاعت الجدول الدوري. الجدول الدوري بتاعي والتدرج الخواص بتاعته، الخواص بتاعته بتتدرج ازاي او بتعمل ازاي. اول حاجه عندي هتكلم فيها، عايزك تبقى عارفها، حاجه اسمها طول الرابطه. طول الايه؟ الرابطه. طول الرابطه هي المسافه بين مركزي نواتي ذرتين. مركزي نواتي ايه؟ ذرتين. يعني انا عندي ذرتين، النواتين او المركزين بتوعه جنب ايه؟ جنب بعض. متحدتين. مالهم؟ متحدتين. يعني عندي دلوقتي المسافه بين مركزي نواتين، ادي مثلا مركز، ادي دايره دلوقتي اهو، دي ذره ودي ذره، ادي نواه وادي نواه. المسافه اللي ما بينهم ده اهي بسميها طول الرابطه. وبيكونوا متماثلين عشان يبقوا زي بعض، يبقوا نفس طول الرابطه اللي هنا نفس طول الرابطه. ليه؟ عشان لما هاجي اجيب نص القطر، قال لك هو نصف المسافه. هو عشان تجيب نص اي حاجه بتعمل ايه؟ يا بتضرب في نص يا بتقسم على الاثنين. طيب هو انا لو دول مش زي بعض واجي قسمتهم على الاثنين، هيبقى الطول ده قد الطول ده بالعدل. هو كده كده هيقسم لك الناتج، هيجيب لك ده على ده هيبقى بكام؟ هيقول لك هيساوي لك ده وهيساوي لك ده. ولكن هل هيبقى العدل؟ هتلاقي مثلا الذره مثلا كده والذره اللي جنبها كده. فهو طبيعي لما هيقسم هو ملوش دعوه بقى بين كبير ومن صغير، هيقسم الرقم او الطول ده كله على الاثنين. فهل هينفع ان هيبقى نص القطر ده هو نفس القطر ده؟ فعشان كده بقول ان طول الرابطه بتحصل ما بين ايه؟ ذرتين متماثلتين، عشان يبقوا لهم نفس طول القطر او نفس طول الرابطه. بين مركزي ذرتين متماثلتين في جزيء ثنائي الذره اهو. يعني مثلا وليكن هنفترض مثلا ان ده اكسجين O2، ادي اكسجينه وادي الاكسجينه اللي جنبها، طول الرابطه اللي ما بينهم هي الايه؟ نصف القطر. طيب نصف القطر ار اللي برمز دي بالار، رياضه خالص، واللي انت ممكن برضو تقول نق زي الرياضه. قلنا ان طول الرابطه عباره عن المسافه ما بين الاثنين. طب انا عشان اجيب نص القطر هقسم طول الرابطه على الاثنين، هقسم طول الرابطه على الايه؟ على الاثنين، فيديني نص القطر. طب ولو انا عايز العكس، لو عايز طول الرابطه هتضرب نص القطر اللي هو نق في 2، طلع لي طول الرابطه. بس ملحوظتين. طب فرضنا يا مستر ان الذرتين غير متماثلين زي ما انت قلت كده، ذره صغيره وذره كبيره، احسبها ازاي؟ قال لك لو كانت الرابطه عايز تحسب نص القطر او عايز طول الرابطه للايه؟ للرابطه الغير متماثله، بتجيب نص قطر الذره الاولى زائد نص قطر الذره الثانيه. يبقى انا لو عايز احسب طول الرابطه لذره غير متماثله، يعني مثلا ذره كلور مع ذره هيدروجين، عايز احسب طول الرابطه اللي ما بينهم دي ايه؟ فهقوم رايح عامل ايه؟ جايب نص قطر رابطه الهيدروجين مع نص رابطه الكلور واجمع الاثنين مع بعض يديني طول الرابطه بتاعتهم. طب في حاله الايون، خلاص بقى مستر انا فهمت اللعبه. ما هو طالما غير متماثلين بجيب الاولاني مع الثاني، يبقى خلاص برضه في الايونيه. ما انا في الايونيه عندي حاجتين، عندي ايون موجب وعندي ايون سالب، فهجمع نص قطر الايون الموجب مع نص قطر الايون السالب اهو. يبقى عشان في الرابطه الايونيه هجمع نص قطر الايون الموجب مع نص قطر الايون السالب، وما اجي الجمع اللي ما بينهم هيديني طول الرابطه الايونيه. طول الرابطه الايه؟ الايونيه، مش نص القطر، طول الرابطه الايه؟
الايونيه. لحد دلوقتي الدنيا لذيذه والدنيا سهله وخلصت المسائل بتاعت نص القطر. طيب فكر معايا يا علمانجي، فكر. انا دلوقتي عندي مساله اهو، هتجيب لي المساله بالشكل ده. بيقول لي طول الرابطه في الاتش 2 ب 6 من 10. طول الرابطه في الاتش 2 بكام؟ ب 6 من 10 انجستروم. ما تنساش الوحدات، ما تنساش الوحدات خاصه في الايه؟ في المسائل الكلاميه او الكتابيه. وطول الرابطه في الان 2 او اللي هو في الجزيء الثنائي للنيتروجين ب 1.4 من 10. ومديني طول الرابطه في الان او، ده مركب عباره عن نيتروجين واكسجين، بواحد و36 من 100 انجستروم. عايزك تحسب لي طول الرابطه في جزيء الاكسجين وطول الرابطه في الايه؟ في الميه. طيب هنمسك اول واحده الاكسجين. انا عايز احسب طول رابطه الاكسجين. هل انت معاك نص قطرها؟ لا، بس معايا مركب اقدر اجيب منه نص قطر الاكسجين. طب هجيبه ازاي؟ ما هو انا يا مستر معايا الان تربيع اللي هي طول الرابطه بتاعت الان، فانا ممكن اقول له الار للان، الار للايه؟ الان اللي هو نص قطر الان. هقول له الواحد واربعة من 10 اللي هو طول الرابطه على الاثنين، هقسم ده يبقى ب7 من 10 انجستروم. كده انا جبت طول مين؟ طول الان. خلصت. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ هطرح الان اللي انا جبتها ده اهي من المركب، فاقول له والله يبقى نص القطر للاكسجين، نص القطر للايه؟ للاكسجين بتاعي. هيبقى بكام؟ هاجي مطرح ال7 من 10 من الايه؟ من الرابطه كلها، يبقى 1.36 ناقص ال7 من 10، هتطلع تقريبا ب 66 من 100. زي الفل، تمام. كده انا خلصت؟ لا، انت كده انت جايب مين؟ انت جايب الار. انا عايز الجزيء، انا عايز طول الرابطه اللي هي الاو 2. سهل، هضرب في 2، هضرب ال 66 ده اهي في 2، هتطلع بتقريبا ب 32 انجستروم، 1.32 من 100 انجستروم. طبعا لو في اي مشكله في الحسابات، بس هي بالظبط، يعني هي خطوات ثابته، بس ممكن يبقى في مشكله بس في الناتج. خلصنا الكلام ده كله، كده انا جبت طول الرابطه. طب معلش يا مستر اتش 2، هل معناتها ان انا هاخد هنا الرقم كله على بعضه واقوم جامعه مع نص القطر؟ ما تبقاش غبي بقى. الاتش 2 دي هي عباره عن ذره اكسجين متحده مع هيدروجين، فانت هتجيب طول الرابطه اللي ما بينهم. يعني يا مستر لو كتب لي حتى كده ان اتش 4 مثلا، هيبقى معناها ان هو عايز نص قطر الهيدروجين مع الهيدروجين. طب والفور ولا كانها موجوده، ولا كانها عندك. انت بتاخد الرابطه اللي ما بين دي وما بين دي. خلاص يا مستر، يبقى انا كده هقول ان طول الرابطه بتاعت ال H2O هيبقى عباره عن نص قطر الاكسجين اللي انت جايبه ب 66 زائد نص قطر الهيدروجين. خلاص بقى، ما انت خلاص انت هتجيبه هنا، فهو مديك طول الرابطه ب 6 من 10 على الاثنين اللي عشان تجيب منه نص القطر مره واحده، هتطلع معاك ب 3 من 10، يبقى الرقم ب 96 من 100 انجستروم. خلصت المساله، مفيش اي صعوبه. كل العلاقه انا فهمت هو مديني ايه وانا محتاج اجيب ايه بس. طيب خلاص، بعد ما خدت البريك بتاعك والفاصل الصغير اللي احنا عملناه مع بعض، دلوقتي انا كل اللي انا محتاجه منك انك تركز بقى معايا بقى. دلوقتي هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الشحنه الفعاله للنواه. الشحنه الفعاله لايه؟ للنواه. الشحنه الفعاله هي الشحنه اللي بيتاثر بيها عند النواه، اللي بيتاثر بيها عند ايه؟ النواه، او بالكترون ما في الذره. وكل لما زاد عدد مستويات الممتلئه، كل لما المستويات الممتلئه زادت معايا كل بالالكترونات، قلت الشحنه الفعاله بتاعتي. ودايما هتلاقي ان الشحنه الفعاله للنواه اقل من شحنه النواه الاساسيه. يعني شحنه النواه الاصليه حاجه والشحنه الفعاله للنواه حاجه تانية خالص. طيب قال لك علل، قال لك ليه اصلا ممكن تقول حاجه زي دي؟ يعني ليه الشحنه الفعاله للنواه اقل من شحنه النواه؟ قال لك بسبب ان المستويات الممتلئه اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، اللي قلنا كلما زادت المستويات الممتلئه بالالكترونات تعمل كسحابه تحجب جزء من طاقه الايه؟ تحجب جزء من طاقه النواه. فبالتالي كل لما عدد المستويات الممتلئه زاد، كل لما دلوقتي هيتحجب عندي الطاقه اللي موجوده. انا مثلا عندي مستويين طاقه، هيحجب عندي مثلا هتعدي على فلترين. طب انا مثلا عندي 3 مستويات، هتعدي على 3 فلاتر، وهكذا. فيجي لك هنا سؤال يقول لك علل الشحنه الفعاله لنواه البوتاسيوم اقل من الشحنه الفعاله لنواه الصوديوم. طيب تعال نشوف البوتاسيوم. البوتاسيوم كده 19. تعال كده نشوف 2 8
8 1. كام مستوى مليان؟ ادي 1 2 3. طب تعالى هنا في الصوديوم. الصوديوم ان ايه؟ ادي 1 ان 11، فدي كده 2 8 1. كام مستوى ممتلئ هنا؟ 2. عندي كام فلتر؟ 2. طيب عندي هنا كام مستوى تانيين؟ عندي 3. فهنا ليه الشحنه الفعاله لنواه البوتاسيوم اقل من الشحنه الفعاله لنواه الصوديوم؟ لان نواه البوتاسيوم تحتوي على 3 او 3 مستويات ايه؟ ممتلئه، تعمل كسحابه تحجب جزء من طاقه النواه او من شحنه النواه الاصليه. بينما الصوديوم به مستويين فقط ممتلئين. كم مستوى ممتلئ؟ 2 مستويين فقط مالهم؟ ممتلئين، مما يعمل على حجب النواه بطاقه اقل او يصدر طاقه اقل، يعني ما بياخدش الطاقه كلها، في طاقه بتعدي بفرق مين؟ اللي بتعدي على 3. طيب تعالى على بعد كده، تدرج خاصيه نصف القطر بقى. دي بقى اللي انا عايزك تركز فيها واللي هنبني عليها كل اللي جاي. طيب اول حاجه هنتكلم عن تدرج نصف القطر في الدوره. تدرج نصف القطر في ايه؟ في الدوره. قال لي في الدورات هتلاقي ان كلما اتجهنا من اليسار لليمين، كلما اتجهنا منين لفين؟ من اليسار لليمين. من وانت جاي من الفئه اس رايح للفئه بي، يقل نصف القطر. ايه اللي بيحصل لنص القطر؟ بيقل. يبقى طول ما انا رايح من الفئه اس للفئه بي، ايه اللي بيحصل لنص القطر؟ بيقل. طيب في المجموعه قال لك كلما اتجهنا من الاعلى الى الاسفل، من الاعلى للايه؟ للاسفل. كل لما حضرتك اتجهت من المستوى العالي للمستوى الايه؟ الاقل، من الاعلى الى الاسفل، جيت من الالكترونات من فوق او من الذره من فوق نزلت لحد ايه؟ تحت. كلما اتجهنا من الاعلى للاسفل يزداد نصف القطر. خلاص بس كده، بس كده. كل ده اللي انت عايزك تعرفه. يبقى في تدرج نص القطر ايه اللي بيحصل؟ بتروح من كلما اتجهنا من اليسار لليمين ايه اللي بيحصل لنص القطر؟ بيقل. بينما كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل، من اعلى الى ايه؟ الى اسفل، ايه اللي بيحصل عندي؟ بيزداد نصف القطر. وقال لك خلي بالك عندك حالتين، حاله نص قطر الايون الموجب ونص قطر الايون السالب، وبقارن ما بين الاثنين دول ما بين نص قطر الذره الاصليه وهي في حالتها الطبيعيه خالص. قال لي نص قطر الايون الموجب اللي احنا بنسميه الكاتيون بيكون اقل من نصف قطر الذره. يعني لما ابص على نص قطر الايون الموجب ونص قطر الذره الاساسيه ذات نفسها بلاقي ان نص قطر الايون الموجب اقل من نص قطر ايون الذره. طب ليه؟ قال لك لان كلما زاد الفقد قل نصف القطر. يعني كل لما الذره فقدت الكترونات كل ما نص القطر بتاعي ايه اللي حصل له؟ كل ما نص القطر بتاعي قل. كل ما نص القطر بتاعي ماله؟ قل. فطيب يبقى انا دلوقتي لو انا ذره فقدت الكترون، فكده الذره اللي فقدت الكترون وتحولت لايون موجب واحد دي نص القطر بتاعها اقل من نص قطر الايه؟ الذره. طب انا نص قطر ايون موجب واحد رجعت فقدت الكترون كمان، كده انا ايون موجب 2، انا كده فقدت 2 الكترون، نص قطر بتاعي اقل من نص قطر الذره اللي فقدت الكترون واحد، وهكذا. طب في حاله الايون السالب قال لك العكس. الايون السالب اللي احنا بنسميه الانيون بيبقى نص قطره اكبر من نص قطر الذره، اكبر من نص قطر الايه؟ الذره. ليه؟ لان كلما اكتسبنا عكسها بقى، مش انت في الموجب كنت بتقول فقد وفي السالب هيبقى اكتساب، كلما كلما زاد الاكتساب زاد نص القطر. انت دلوقتي كنت بتفقد، انا مثلا الذره بتاعتي كانت واسعه، ادي جهه وادي جهه وادي جهه، كل فيها جهه الكترون عمال رايح جاي، لان طبعا احنا عارفين الالكترون ملوش حركه مستقره. جيت حضرتك فقدت الكترون فده بدا يتضم، فقدت الثاني ضم، فقدت الثالث، فاصبح نص القطر بتاعك قل. بعكس لما تكتسب هيبدا الجزء ده يزيد والجزء ده يزيد وتبدا الجزء ده يزيد وهكذا. فاصبح دلوقتي نص قطر الايون الموجب اقل من نص قطر الذره، وكل ما فقدت اكتر كل ما نص القطر قل اكتر. طب وفي الايون السالب كلما زاد الاكتساب، كل ما اكتسبت الكترونات اكتر، واحد او اثنين او ثلاثه او ايا كان، كل ما زاد الاكتساب كل ما نص القطر بتاعي كبر اكتر. طيب تعالى على اللي بعد كده. قال لك خلي بالك بقى، هنبدا ان احنا نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها جهد التأين. جهد الايه؟ التأين. احنا هنعرف يعني ايه جهد التأين وهنربطه باللي قبله. قال لك جهد التأين ده هو مقدار الطاقه اللازمه لازاله او فصل الالكترون ايه؟ الاقل ارتباطا بالذره. هو مقدار الطاقه اللي حضرتك محتاجها كالكترون علشان تخرج بره الذره او ان انا اشيلك بره الذره خالص. طيب ارتباطا بالذره وصفاتها ايه؟ الذره بتكون مفرده غازيه، مفرده ايه؟ غازيه. وقال لك خلي بالك ان جهد التأين ده عمليه مصه للحراره، ولو انت فاكر في اولى ثانوي الترم الثاني كنا بنقول مصه للحراره يعني الدلتا اتش بتاعتها مالها؟ موجبه. الدلتا اتش بتاعتها مالها؟ موجبه. يبقى انا دلوقتي جهد التأين ده او بنسميه طاقه التأين
هو الجهد او الطاقه اللي محتاجينها علشان نخرج الالكترون بره الذره. وكنا اتكلمنا في الحصص بتاعتنا اتكلمنا عن ان جهد التأين هو الحاجه اللي بعد جهد الاثاره. جهد الاثاره ان انت كان بيبقى معاك الكترون موجود في مستوى معين، بدا يكتسب كم من الطاقه، بدات الطاقه دي تتحول 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 يطلع للمستوى الاعلى فالاعلى فالاعلى اللي يتناسب معاه في الايه؟ في الطاقه، لحد لما وصل انه خلاص انا خلاص وصلت لاخر المستويات بتاعتي، بدات ان انا ايه؟ انتقل للايه؟ للمستوى اللي بعده تاني، لحد ما خلاص خرجت بره الذره كلها. ولما بخرج بره الذره كلها بيتحول من انه كان جهد اثاره لبقى جهد ايه؟ تأين. طيب قال لك خلي بالك اهو، مش احنا قلنا عمليه مصدر للحراره؟ فانا عندي اهي الذره المفرده، عندي الذره المفرده. الذره المفرده بتاعتي بتكتسب كميه من الطاقه، كميه من الايه؟ من الطاقه. ما انا هخرج الالكترون ده ازاي؟ محتاج طاقه تخليني افضل انقل الالكترون لحد لما يوصل لاخر مستوى ويخرج بره خالص. فبالتالي بيطلع عندي بتحول الذره بتاعتي لايون موجب وبفقد الالكترون ماله بتاعي. وقال لك خلي بالك جهد التأين بتاعك بيكون اكبر ما يمكن، يعني اكبر جهد تأين يكون امتى؟ قال لك لو كنت حضرتك كسرت نظام الكتروني مستقر، نظام الكتروني ماله مستقر، يبقى انا دلوقتي امتى اقول ان جهد التأين بتاعي اكبر ما يمكن؟ لما اكسر نظام الكتروني ماله مستقر، لما اكسر نظام الكتروني ماله مستقر. طيب ايه هو النظام الالكتروني المستقر؟ قال لك انت عندك 3 اشكال للنظام الالكتروني المستقر. يا اما ان حضرتك هتكسر مستوى رئيسي ممتلئ بمثال 2 8 وبطلب من حضرتك ان انت من هنا تفقد الكترون، فساعتها ده مكتمل فهتضطر انك تفقد منه الالكترون، فمحتاج جهد تأين عالي علشان تخرج الذره من حاله استقرارها ان هي تقدر انها تخش تكون لك مركب. طيب في الثانيه قال لك برضه لو بس بدل ما كان مستوى رئيسي تبقى كسرت مستوى فرعي ممتلئ، كسرت مستوى فرعي ماله ممتلئ، زي في الدي. ده انت في الدي لما بيبقى فيها 9 بتروح تاخد الكترون من الاس علشان الدي تكتمل ويبقى فيها 10 توصلها لحاله الاستقرار بتاعتها. طيب 3 عند كسر مستوى فرعي نصف ممتلئ، لما تكسر مستوى فرعي نصف ممتلئ برضه زي الدي لما كان بتبقى فيها 4 كنت انت بتروح تعمل ايه؟ كنت بتاخد ال4 دي او بتاخد ال5 دي وتبدا انك ايه؟ تنقلها. طيب تعالى على اللي بعد كده، ده كان جهد التأين. اللي بعده الميل الالكتروني. الميل الايه؟ الالكتروني. الميل الالكتروني هو ميل الذره لاكتساب الالكترونات، ميل الذره لاكتساب الايه؟ الالكترونات. وهو بيعبر لي او بعبر عنه وبقول هو مقدار الطاقه المنطلقه اللي خارجه، كلمه منطلقه يعني اللي خارجه اللي طالعه بره التفاعل عندما تكتسب الذره المفرده الغازيه. الذره المفرده الايه؟ الغازيه. الذره المفرده الغازيه بتاعتك لما تبدا ان هي تكتسب كما من الطاقه او كما من الايه؟ كما من الايه؟ تكتسب الكترونات يعني بمعنى اصح، بتبدا ان هي تتحول او تكون لك عمليه طارده. ليه؟ لان الطاقه او الانرجي بتاعتك بتكون مالها في الايه؟ في النواتج. وقلنا طالما طارد للحراره يبقى الدلتا اتش بتاعته مالها سالبه. واهو عندي ذره مفرده غازيه اكتسبت الكترون طلعت لي ايون سالب، الايون السالب ده خرج معاه ايه؟ طاقه. وقال لك خلي بالك يكون الميل الالكتروني اكبر ما يمكن، اكبر ما ايه؟ ما يمكن، يعني يكون الميل الالكتروني بتاعك كبير. قال لك لو كان الالكترون المكتسب بتاعك ده يؤدي للوصول لحاله استقرار، يعني لو انت كنت بتاخد الكترون عشان توصل لحاله الاستقرار اذا ساعتها الميل الالكتروني بتاعك يكون كبير. ليه؟ ما انت خلاص انت بتساعدني ان انا اكون مستقر، فتمام. طيب 2 قال لك يكون الميل الالكتروني اصغر ما يمكن. احنا قلنا هو كبير، بيكون كبير امتى؟ لما ياخد الكترون علشان يوصله لحاله الاستقرار. طب امتى يكون صغير؟ لما ياخد الكترون يخرجه من حاله الاستقرار. اهو لما يكون الالكترون المكتسب يؤدي الى الخروج من حاله الايه؟ الاستقرار. وقال لك خلي بالك ان الميل الالكتروني للفلور دايما اقل من الايه؟ من الكلور، وده بصغر حجم الفلور. الفلور بالرغم من ان هو يسبق او قبل الكلور في المجموعه الى ان هو الفلور كحجما صغير على عدد الالكترونات اللي هو فيه، فلما يكتسب الكترون اصبح ساعتها بيكون الالكترون بتاعي عارف اللي هو بيعمل زي كثافه ايه؟ الكترونيه. يعني الكترونات كتير قوي موجوده في اوضه صغيره بتعمل زي زحمه، اللي احنا اللي هي لو جينا حتى نشبهها بالكثافه السكانيه، احنا مثلا في مدينه بتستوعب مثلا 50 شخص، جيت انت 50 شخص دول حطيت 100 ماشي، قدرت انها تستحمل. حطيت واحد زياده فوق ال100 مش هتستحمل، خلاص ما عادش في مكان اصلا، انت خلاص حطيت لها اكبر من طاقتها. فكسبب الكثافه الالكترونيه كان الميل الالكتروني للفلور اقل من الايه؟ من الكلور، وده بصغر حجم الفلور فبيزداد التنافر. خلاص بقى احنا مش طايقين بعض، بقينا نزق في بعض بقى، خلاص ما هو الاوضه زحمه، الاوضه ضيقه، انت مش عارف حتى تتحرك فيها.
فيزداد الايه، فيزداد الايه بسبب التنفر، بسبب الايه، الكثافه بتاعه الالكترونات. طيب انت اتكلمنا دلوقتي على جهد التأين واتكلمنا عن الميل. طب بس انت يا مستر ما قلتليش تدرجهم. قال لك الميل والجهد تدرجهم عكس نص القطر، عكس نص الايه، القطر. طب هو نص القطر كان ايه؟ كلما اتجهنا في الدوره من اليسار من الفئه اس لليمين للفئه بي، كان ايه اللي بيحصل؟ نص القطر بيقل. يبقى ويزداد جهد التأين والميل الالكتروني، يزداد جهد التأين والميل الالكتروني. ده عكس ده، نص القطر بيقل في الدوره يبقى هيزيد عندي الجهد والميل. نص القطر بيزيد في المجموعه، كلما اتجهنا من اعلى لاسفل بيزيد نص القطر، واحنا قلنا انه عكسه، فهيقل جهد التأين والايه، والميل. تعال لثالث حاجه بعد كده. ثالث حاجه عندي وهي السالبيه الكهربيه. السالبيه الكهربيه هي مقدار القدره على جذب الكترونات الرابطه نحوها. هي القدره على جذب الكترونات الرابطه ايه؟ نحوها. انا دلوقتي عندي رابطه عايز اجذب الكترونات الرابطه دي ليا او في اتجاهها او ناحيتي، فده بستخدم حاجه اسمها الايه؟ السالبيه الكهربيه. طيب انا عايز اعرف الفرق ما بين السالبيه الكهربيه والميل. اصل معلش يا مستر انت في الميل قلت لي ان ده بيكتسب، طب ما انت باين برضه في السالبيه الكهربيه بتقولي ده بيكتسب. قال لك خلي بالك ان السالبيه الكهربيه بتكون مع الذره المرتبطه، يعني ذرتين مرتبطين ببعض. انما الميل بيكون مع الذره المفرده الغازيه، الذره المفرده اللي واقفه لوحدها وبتكون حالتها او صفاتها مالها غازيه. وقال لك خلي بالك ان اعلى عناصر الجدول الدوري، مش المجموعه، الجدول الدوري كله، اعلى عناصر الجدول الدوري كله هي ايه؟ الفلور. الفلور هو اعلى العناصر سالبيه كهربيه في الجدول الدوري كله. وبرضه السالبيه الكهربيه تتناسب عكسيا مع نص القطر، يعني كل لما نص القطر زاد السالبيه الكهربيه بتقل، كل ما نص القطر قل السالبيه الكهربيه بتزيد. ومش بس بتزيد لوحدها بقى، لو جينا نربطهم الثلاثه ببعض ده بيزيد معاها جهد التأين وبيزيد معاها الميل، وهي نفسها بتزيد اللي هي السالبيه. طيب خلينا نلخص اللي احنا قلناه، ونلخص الخواص كده الكام خاصيه اللي احنا قلناها كده. احنا اتكلمنا عن نص القطر وقلنا ان على نص القطر هربط الباقي. قال لك في الدوره فين؟ في الدوره بتاعتك حضرتك اهي، كلما اتجهت منين لفين؟ من اليسار لليمين، يعني رحت من الفئه اس لحد الفئه بي. ايه اللي بيحصل لحضرتك؟ بيقل نص القطر. وايه اللي بيزيد؟ بيزيد جهد التأين والميل الالكتروني والسالبيه الكهربيه، بيزيد جهد التأين والميل الالكتروني والسالبيه الايه؟ الكهربيه. بينما كلما اتجهنا من الاعلى الى الاسفل من اول المجموعه لحد تحت، ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيزيد نص القطر. واحنا قلنا ان كده العلاقه عكسيه، العلاقه مالها عكسيه، اللي هيحصل لنص القطر هيحصل عكسه في جهد التأين والميل والسالبيه، فهيزيد نص القطر، يبقى اذا هيقل جهد التأين وهيقل الميل وهيقل السالبيه الكهربيه. طيب خلصنا كده الثلاث خواص دول برخامتهم بصعوبتهم بكل حاجه فيهم. اللي جاي ده بقى كله كلام لذيذ خالص. جينا بعد كده خدنا حاجه اسمها الخاصيه الفلزيه واللا فلزيه، وعرفنا ان انا كان عندي عالم اسمه بريزيليوس. عالم اسمه ايه؟ بريزيليوس ده كان عالم قسم العناصر لفلزات ولا فلزات، لفلزات ولا ايه؟ فلزات. طيب اقسمهم فلزات ولا فلزات بناء على ايه؟ قال لك بناء على الاختلاف في خواصها الفيزيائيه، الاختلاف في خواص الايه؟ الفيزيائيه. شاف ان ده ليه خواص فيزيائيه بتميزه وده ليه خواص فيزيائيه بتميزه، فقال لك اللي ليه خواص المعينه ده هيبقى فلزات، واللي ليه خواص المعينه دي يبقى لا فلزات. طيب نبدا باول حاجه الفلزات. انت فاكرها من اعدادي كنت بتقول ايه؟ عناصر لها بريق معدني قابله للطرق والسحب والتشكيل. وكنت ساعات بتزود بتقول ان الفلزات هي عناصر مستوى الطاقه الاخير بتاعها فيه 1 أو 2 أو 3 الكترون جيده التوصيل للكهرباء. دي بقى الحته دي، هي دي بقى الحته التركيه بقى اللي هتفرق الشرح او الكلام اللي احنا قلناه في اعدادي عن الكلام اللي هنقوله دلوقتي في ثانوي. قال هي جيده التوصيل للايه؟ للكهرباء، يعني سهل ان انت توصل بيها كهرباء. طيب ليه سهل ان انا اوصل منها كهرباء؟ قال لك بسبب كبر نصف القطر وسهوله حركه الالكترونات. مساحه واسعه، الالكترونات بتتحرك بكل حريه، معاها مساحتها نص قطرها كبير فتتحرك. يبقى الفلزات نص قطرها كبير، فبناء عليه ان هي تقدر انها توصل ايه او توصيلها جيد للايه؟ للكهرباء. طيب كنا احنا بنقول ان هي عناصر كهروموجبه، يعني موجبه الشحنه. قال لك ليه؟ قال لك لانها تميل لفقد الالكترونات، مش الفلزات بتفقد الكترونات فبتتكون لايون موجب. فقال لك نتيجه للفقد اثناء التفاعل بيكونها ايون موجب، ده بيخليها عناصر كهروموجبه. طيب 5 تتميز بقى بكبر نصف القطر، وطالما نص القطر كبير قلنا علاقه عكسيه مع الباقي، فبالتالي هيبقى صغر جهد التأين والميل الالكتروني والسالبيه الكهربيه. طب اللافلزات عكسها. مين هم في اعدادي؟ نقر ونقير. هي بتعمل حاجه الثانيه بتعمل عكسها.
اللي هنا قال لك لها بريق معدني، الفلزات ليس لها بريق معدني. 2 هنا الفلزات قال لك قابله للطرق والسحب، هناك غير قابله للطرق والسحب. 3 جيده التوصيل للكهرباء. 4 رديئه التوصيل للكهرباء. علل لانها هنا انت قلت كبر نصف القطر في الفلزات، يبقى في اللافلزات صغر نصف القطر. هنا قلت سرعه حركه الالكترونات، يبقى هناك وصعوبه حركه الالكترونات، ونص القطر صغير مش عارفين يتحركوا بسهوله، فبالتالي رديئه التوصيل للكهرباء هي هتوصل بس مش بقوه مش بقوه الفلزات. عناصر هنا قلنا كهرو موجبه، هناك هتبقى كهرو سالبه لانها تميل لاكتساب الالكترونات فتتحول الى ايون سالب. 5 تتميز بصغر نصف القطر، احنا هنا في الفلزات قلنا كبر، يبقى في اللافلزات بصغر نصف القطر، وطالما صغر نصف القطر يبقى كبر جهد التأين والميل الالكتروني والسالبيه الكهربيه. اشباه الفلزات. اشباه الفلزات دي هي عناصر لها مظهر الفلزات، ليها شكل الفلزات بس وليها معظم خواص مين؟ اللافلزات. يبقى اشباه الفلزات هي عناصر لها مظهر الفلزات ومعظم خواص اللافلزات. قال لك تكون متوسطه في كل الخواص، يعني كل الخواص بتاعتها متوسطه، مفيش حاجه اكبر من حاجه، يعني مفيش واحد بيزيد التاني بيقل، لا كلهم واحد، متوسطه في نصف القطر وجهد التأين والميل والسالبيه الكهربيه. وكنا احنا بنسميها باسم اشباه الموصلات، يعني اشباه الفلزات ليها اسم اللي هو اشباه الموصلات. طب ليه بنسميها اشباه الموصلات؟ قال لك لان توصيلها الكهربي اقل من الفلزات واعلى من اللافلزات. توصيلها الكهربي ماله؟ اقل قصدي من الفلزات واعلى من اللافلزات، فعشان كده بقول ان اللي هي بسميها باسم اشباه باسم اشباه الموصلات. طيب ايه هم اشباه الفلزات؟ ومطلوب من حضرتك انك تبقى عارفهم وحافظهم. ايه هي؟ قال لك عندك زي البرون وزي السيليكون وزي الجرمانيوم والزرنيخ والانتيمون والتوليريوم. كل الخمسه اللي قدامك دول، او قصدي كل السته اللي قدامك دول، هم اشباه الفلزات اللي مطلوب من حضرتك انك تحفظهم، تحفظ على الاقل اسمهم، تبقى عارف لما تشوف ده تقول ده شبه فلز. طب اي حاجه غير دول هتقول بقى سواء ده فلز او لا فلز. طيب تدرج الصفه الفلزيه واللافلزيه. هنلخص كده بس الجزئيه اللي احنا قلناها. احنا قلنا ان تدرج الصفه الفلزيه، قلنا ان الفلزات بتتميز بكبر نصف القطر، فطالما نصف قطرها كبير فهتزداد فيها الصفه الفلزيه. انما اللافلزات بتتميز بصغر نصف القطر وبتقل فيها الفلزيه، بتقل فيها الصفه الفلزيه، بتبدا الصفه الفلزيه تقل فيها. ومين اللي تزيد؟ اللافلزيه، ما هي تبع اللافلزات، فهتقل فيها الفلزيه وهتزيد فيها اللافلزيه. فقال لك في الدورات، انا هنا بس في الفلزات واللافلزات بتكلم عنها في الدورات. قال لك في الدورات بتبدا الدوره بفلز قوي، بفلز قوي، فلز ماله؟ قوي، موجود فين؟ في ال1A، هو اول مجموعه عندي في الجدول الدوري. ثم تقل الصفه الفلزيه تدريجيا، تبدا ان الصفه الفلزيه بتاعتي تقل بالتدريج، اللي هي يعني اللي هي تبدا تقل لحد لما توصل لاشباه الفلزات. ثم تزداد الصفه اللا فلزيه، خلاص مش هي قلت تدريجيا، تبدا بقى هي خلاص بتقل، يبدا يزيد معاها اللا فلزيه. خلاص الصفه اللا فلزيه زادت، تفضل تزيد لحد لما توصل لاقوى اللافلزات في المجموعه 7A. اقوى اللافلزات في المجموعه 7A، يبقى اقوى اللافلزات في المجموعه 1A واقوى اللافلزات في المجموعه 7A. وبناء على الكلام ده قال لك ان اقوى الفلزات هو السيزيوم، وده موجود اسفل يسار الجدول الدوري، يعني موجود في الفائز. بينما اللافلزات هو الفلور وبيقع اعلى يمين الجدول الدوري. خلصنا الصفه الفلزيه واللافلزيه. موضوع سهل، بس انت فكره انك تربط وتفهم الدنيا كلها، تربط الدنيا ببعضها. طيب تعالى على بعد كده. بدأنا بعد كده ان احنا نتكلم عن نوع من الاكاسيد اسمها الاكاسيد الحامضيه والقاعديه والمتردده. طيب الاكاسيد الحامضيه الاول او في البدايه، الاكاسيد الحامضيه دي عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن اكاسيد عناصر لا فلزيه. اكاسيد عناصر لا فلزيه. عندي عناصر لا فلزات اندمجت مع الاكسجين كونت لي عناصر اكاسيد لا فلزيه. الاكاسيد اللا فلزيه دي بسميها اكاسيد حامضيه، بسميها اكاسيد حامضيه. قول لي اي عنصر لا فلزي، اي عنصر، وليكن الكلور، ده احادي وده ثنائي. اي عنصر لا فلزي، اي عنصر لا فلزي عندك. مش الكلور ده في اللافلزات بيكتسب وهيتفاعل مع الاكسجين، وده ثنائي وده احادي، هيبدلوا التكافؤ بس. فشوف بقى يا باشا، اي عنصر لا فلزي عندك يندمج مع اكسجين ده بسميه اكسيد حامضي، ده بسميه اكسيد حامضي. طيب فقال لك خلي بالك الاكسده الحامضيه دي لما بتدوب في الميه بتدي حمض اكسجيني، بتدي حمض اكسجيني. ولما بفعل الاكاسيد الحامضيه دي مع القلويات بتديني ملح وميه. تفاعل التعادل اللي انت كنت بتاخده زمان في اعدادي، حمض وقاعده
ملح وميه. مش كده مستر بيحفظها كده يقول لك حمض وقاعده ملح وميه بس. انت دلوقتي معاك الاكسده الحمضيه هتحطها في الميه هتدوب معطيه حمض اكسجيني، ولما اجي اخد الحمض الاكسجيني او اجي اخدها افعلها مع قلوي تكون لي ملح وايه؟ ملح وميه. طيب الاكاسيد القاعديه قال لك هي اكاسيد عناصر لا فلزيه. اكاسيد عناصر لا ايه؟ فلزيه. قال لك تذوب في الماء مكونه قلوي. مكونه ماله؟ قلوي. وتكون مع الاحماض ملح وميه. العكس بقى، الاكاسيد القاعديه اكاسيد عناصر فلزيه بتتفاعل فلزات متفاعله مع اكسجين بكونها لي اكاسيد قاعديه. لما بدوبها في الميه بتاعت قلويات او بتاعت قواعد بتاعت هيدروجين، يعني بتاعت هيدروكسيد قصدي، وبتكون مع الحمض ملح وايه؟ ملح وميه. طب الاكاسيد المتردده قال لك دي بقى ما بتحبش تزعل حد، دي تتفاعل مع الحمض كانها قاعده. يعني انت لو جيت خدتها كده حطيتها مع حمض هتتفاعل كانها قاعده، ولو تفاعلت مع القاعده كانها حمض، لو جيت حطيتها مع قاعده هتتفاعل كانها حمض. ما بتحبش تزعل حد، على حسب الوسط اللي هي فيها تتفاعل. حضرتك ايه؟ حضرتك قاعده انا حمض، حضرتك حمض انا قاعده، انا مش هختلف معاك في حاجه. طيب الاكاسيد المتردده دي منها زي اكسيد الالومنيوم واكسيد الانتيمون واكسيد الخرسين واكسيد القصدير. 4 اكاسيد متردده عندي لما بيتفاعلوا مع اي حاجه بتبقى متردده، بتتفاعل حسب الوسط بتاعها، حسب الوسط اللي هي موجوده فيه. طيب بعد كده الاكاسيد المتعادله دي بقى اكاسيد ولا بتتفاعل مع احماض ولا بتتفاعل مع قواعد، ولا بتتفاعل مع احماض ولا بتتفاعل مع ايه؟ مع قواعد. زي اول اكسيد الكربون واكسيد النيتريك. طيب تدرج الصفه الحمضيه والقاعديه انت سمعتها قبل كده. كنت فاكر انت بتقول في الصفه الفلزيه ولا فلزيه ايه؟ تبدا بفلز قوي. دي بقى الصفه الحمضيه والقاعديه تبدا بفلز قلوي قوي. تبدا بفلز قلوي ايه؟ قوي. مش قلنا الفلزات بتكون اكسيد قاعديه؟ يبقى تبدا بفلز قلوي قوي في ال1 A، ثم تقل الصفه الفلزيه ومعاها القلويه، تقل الصفه الفلزيه والايه؟ والقلويه تدريجيا حتى تزداد الصفه الحامضيه وتزداد الصفه اللا فلزيه. انا ربطت لك الاثنين ببعض اهو، هتزداد الحامضيه واللا فلزيه حتى تصل الى اقوى الاحماض في المجموعه 7A. اهي ربط الكلام كله ببعضه، انا ربطت ده باللي بده كل واحد. هنا بقى هتكلم عن المجموعه، وهتكلم عن مجموعتين بالتحديد، المجموعه 1A والمجموعه 7A. قال لك خلي بالك في المجموعه 1A كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل، كلما اتجهنا منين لفين؟ كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل تزداد القلويه، يعني بيزيد نسبه الاو اتش اللي موجوده عندي. يعني وانت في المجموعه 1A كل ما تنزل لتحت وانت جوه ال1A هتزداد الصفه القاعديه. طب لو انا في ال7A كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل هتزداد الحمضيه. يبقى انا في ال1A كلما اتجهت من اعلى لاسفل هتزيد القلويه. طب في ال7A كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل هتزداد الحمضيه. تعالى افكرك بحاجه بسيطه كده، واللي هي عمليه الاكسده وعمليه الاختزال. عمليه الاكسده وعمليه الايه؟ الاختزال. عمليه الاكسده هي عمليه فقد العنصر للالكترونات. عمليه فقد العنصر للايه؟ للالكترونات. انا عندي عنصر بيبدا ان هو يحصل له ايه؟ يبدا ان هو يفقد الكترونات، ونتيجه الفقد في الالكترونات يعني الشحنه السالبه عندي بتقل، فبالتالي هيتبعها زياده في الشحنه الموجبه. الشحنه الموجبه عندي اللي هي هتبقى ايه؟ كبيره. طيب بمثال انا عندي هنا ام جي. ام جي ده ذره، ده ايه؟ ذره عدد هي ولا فقدت ولا اكتسبت، فبصفر زي ما هي. رجعت حصل لها فقد، فقدت ايه؟ 2 الكترون. كده الشحنه السالبه نقصت بمقدار 2، وحصل زياده في الشحنه الموجبه. الشحنه الموجبه بقت ازيد بمقدار كام؟ 2. كانت بصفر بقت بموجب 2. كده حصل زياده في الشحنه الموجبه بمقدارها كام؟ 2. وخرج عندي كام؟ 2. خلاص ده يبقى ده كده حصل له عمليه اكسده. كلام جميل. طب هنا كان معايا ذرتين كلور. كام ذره كلور؟ 2 اهو، ما هوش 2 Cl، معايا 2 كلور. الكلوره الواحده فاقده واحده. الكلوره ذره الكلور الواحده اكتسبت قصدي الكترونه واحده. فيبقى اذا لما تيجي تروح كده جيت ابص هنا لقيته ايه؟ كون لي جزيء الكلور الثنائي وبرده ايه؟ بصفر. كانت هنا بسالب بقت بصفر. معناتها ان هي فقدت كام الكترون؟ فقدت 3، فقدت 2. ما هو انا عندي ذرتين، كل ذره فقدت 1. فقدت 1 فوصلت لليه؟ للصفر. فحصل ان في زياده في الشحنه الموجبه. الشحنه الموجبه بقت هي اللي ايه؟ اللي الزياده، او اللي انزلت عندي مين؟ الشحنه السالبه. طب عمليه الاختزال عكسها. كنا احنا في الاكسده بنقول عمليه فقد، طب في الاختزال عمليه اكتساب. عمليه ايه؟ اكتساب.
للالكترونات يتبعها نقص في الشحنه الموجبه. في الاختزال بقى اللي بيقل الشحنه الموجبه واللي بيزيد الشحنه السالبه. فاهو عندي منجنيز موجب 7 اكتسب 5 الكترونات، خد 5 الكترونات، فاذا كان الشحنه الموجبه كانت زياده ب7، يبقى الفرق ده هيزيد او هيقل، هطرح ال5 من ال7 بقت مكتسبه كام؟ 2. بقت الشحنه الموجبه زايده بمقدار كام؟ 2. كده حصل نقص ولا ما حصلش نقص؟ طبعا حصل. هنا كانت ب7 هنا بقت ب2، فاصبح دلوقتي هي نقصت بمقدار كام؟ بمقدار 5. اتبقى عندي 2 وهي كانت اصلا كام؟ 7. فالشحنه الموجبه قلت بمقدار 5. قلت بمقدار كام؟ 5. هي ما زالت اكبر من الشحنه السالبه بس، ولكن هي كانت مش ده كانتش طبيعتها، هي كانت طبيعتها ب7 دلوقتي بقت موجب 2. وده بياخدنا بقى، فهمنا يعني ايه اكسده وفهمنا عمليه اختزال، وده بياخدنا لفكره ان كنت انت زمان بتقول ان انت عندك عوامل، كان عامل لسه ما عندكش عمليه اكسده واختزال، ده انت كان عندك عامل مؤكسد وعامل مختزل. طب مين العامل المؤكسد ومين العامل المختزل؟ بص كده جمله بسيطه كده مش هتنساها طول حياتك. العامل عكس العمليه. العامل عكس الايه؟ العمليه. انت دلوقتي بتعمل عمليه اكسده، فاذا انت عامل مختزل. طب انت بتعمل عمليه اختزال، اذا انت عامل مؤكسد. احنا الاثنين عكس بعض. لو انا بعمل اكسده فاذا انا عامل مختزل، طب لو انا بعمل الاختزال يبقى انا عامل مؤكسد. طيب تعالى نروح للي بعد كده. اللي بعد كده هي شويه ملاحظات على اعداد التاكسد، حاجات انت لازم تكون عارفها وفاهمها كويس قوي علشان نقدر ان احنا نفهم او نحل في اعداد التاكسد. لان زي ما قلت لك في اعداد التاكسد او في المعادلات لما كنت بتيجي تحل الرياضه كان بيديك مثلا المعادله بتتكون من 3 شقوق، س زائد ص بتساوي ع، صح؟ فكان بيديك يا اما س وع ويقول لك طلع ص، او بيديك س وص ويقول لك طلع ع. انا هنا بقى ولا هديك ولا س ولا ص ولا ع، ومطلوب منك انك تطلع واحده من الثلاثه اللي انا هقول لك عليهم. فهتطلعها بناء على ايه؟ بناء على فهمك، بناء ان انت حافظ وفاهم، مش بس حافظ، لا ده انت حافظ وفاهم هنا هعمل ايه وهنا هتصرف ازاي. فعندك اول ملحوظه ان انت بتعوض عن عدد تاكسد عناصر المجموعه 1A و2A و3A. عناصر المجموعه ايه؟ 1A و2A و3A في مركباتها. في ايه؟ في مركباتها. يعني لازم العنصر اللي موجود في ال1A وال2A وال3A يكون موجود في المركب بتاعه، يكون موجود في المركب ايه؟ بتاعه. المركب بتاعه ده لو انا في ال1A يبقى انت عدد تاكسدك موجب 1، لو في ال2A موجب 2، لو في ال3A يبقى موجب 3. فاصبح ان انت بتعوض عن كل عنصر في المجموعه بتاعته لو هو في المركب، مش وهو واقف لوحده، وهو في المركب. يعني مثلا NaCl هنا في الوقت ده هتعوض عن ال Na بموجب 1. ليه؟ عشان هي في مركب. طب لو هي واقفه لوحدها، انا هقولها لك دلوقتي وكده كده احنا هنعرفها بعدين. لو هي واقفه لوحدها بتعوض عنها بصفر. بتعوض عنها بايه؟ بصفر. طيب تاني حاجه عدد تاكسد الاكسجين، قال لك في مركباته غالبا بسالب 2 بنسبه 99% في مركباته هو بسالب 2. اي مركب يجي لك فيها اكسجين هو بسالب 2 الا عندك 3 حاجات. 3 حالات. الحاله الاولانيه لو كانت في حاله فوق الاكسيد، في حاله فوق الاكسيد زي دي Na2O2 H2O2، دي بيكون ساعتها عدد تاكسد ذرته بسالب 1. الذره الواحده ده اهي عدد التاكسد بتاعها بكام؟ بسالب 1. يبقى في حاله الجزيء بسالب 2. طيب الجزيء عشان هنا بيتكون من ذرتين ف2 في سالب 1. طب هنا في تاني حاله في حاله سوبر الاكسيد اللي هي مثلا KO2 او RbO2، بيكون ساعتها عدد التاكسد بتاع ذرته بسالب نص. الذره الواحده التاكسد بتاعها بسالب نص، يبقى الجزيء اللي هو مكون من ذرتين اضرب بقى 2 في سالب نص بسالب 1. والحاله الثالثه والاخيره لو كان عدد تاكسد الاكسجين بيكون ساعتها موجب. الحاله الوحيده اللي بيكون ساعتها عدد تاكسد الاكسجين ماله؟ موجب. وفي حاله لما يتحد مع الفلور، هو مش احنا قلنا ان الفلور ده اعلى عناصر سلبيه كهربيه؟ فانا لو حطيته مع الاكسجين هو اللي هيبقى الشق السالب والاكسجين هو اللي هيبقى الشق الموجب. فقال لك ساعتها هيكون عدد تاكسد الاكسجين بكام؟ بموجب 2. بموجب 2. ثالث حاجه عدد تاكسد الهيدروجين. عدد تاكسد الهيدروجين قال لك في مركباته غالبا بموجب 1. يعني الاكسجين بنسبه برضه 99% في مركباته بموجب 1 الا حاله واحده، لو تفاعل مع فلز. لو تفاعل مع ايه؟ مع فلز. ساعتها هيكون حاجه اسمها هيدريد الفلز.
ما هو انا دلوقتي عندي هيدروجين تفاعل مع فلز هيكون لي هيدريد الفلز، زي مثلا لما بتفاعل الكلور مع فلز بيسوي لك كلوريد الفلز، وهكذا. طيب وقال لك ويكون ساعتها عدد تأكسده بسالب واحد. يبقى امتى الهيدروجين يكون عدد تأكسده بسالب واحد؟ لو تفاعل مع فلز. طب لو هو لوحده متفاعل مع اي عنصر تاني هيكون بموجب واحد زي ما هو، لو تفاعل مع فلز هيبقى بسالب واحد. طيب اللي بعد كده قال لك عدد تأكسد الكلور. عدد تأكسد الايه؟ الكلور. قال لك الكلور في مركباته غالبا بسالب واحد. غالبا بايه؟ بسالب واحد. الا لو اتحد مع الاكسجين. الا لو اتحد مع مين؟ مع الاكسجين. يعني انت لو جبت كده كلور مركب فيه كلور واكسجين، في الحاله دي هيبقى بالنسبه لك عدد تأكسد الكلور مجهول، رقم انت ما تعرفوش. يعني ما اروحش اعوض عنه بسالب واحد. قال لك لا، سالب واحد دي لو متعوض يعني لو في مركب فيه اي حاجه ثانيه. طب مركب فيه اكسجين، قال لك ساعتها لا، الكلور ده يكون ماله؟ مجهول، لازم ان انت تحسبه. وقال لك خلي بالك هيكون بيعبر عن رقم فردي من قيم من موجب واحد لموجب 7. يعني هيطلع عدد تأكسد الكلور قيمة من مجموعة القيم اللي من موجب واحد لحد موجب 7. طيب عدد تأكسد الفلور قال لك في مركباته دائما بسالب نص، ما بيتغيرش. طب حطيته مع اكسجين ولا اي حاجة، حطيته مع اي عنصر تاني ولا اي حاجة، هيفضل ثابت زي ما هو. طب ليه؟ قال لك لانه اعلى العناصر سالبية كهربية، فما فيش عنصر يأثر عليه، هيفضل دايما بسالب واحد. طيب عدد تأكسد اي مجموعة ذرية بيساوي شحنتها. بمثال انا عندي مجموعة الهيدروكسيد OH سالب واحد، فلما اجي اسويها هسويها بسالب واحد وابدا ان انا اعوض. عندي مثلا المجموعه زي الامونيا NH4 دي بتبقى ايه؟ موجب واحد، دي المجموعه الوحيده اللي بموجب واحد، فبعوض عنها بموجب واحد، بسويها بموجب واحد وابدا اعوض بقى عن الN وعن الH وهكذا وابدا احسب. عدد تأكسد اي عنصر منفرد اللي احنا بقى اتكلمنا فيه من الاول، اي عنصر واقف لوحده منفرد او جزيء متماثل يعني كده O2، او عنصر واقف لوحده زي Na بعوض عنه بصفر. بعوض عنه بايه؟ بصفر. لقيت كده ان ايه واقفه لوحدها، اقول لها لا مؤاخذه انت عدد تأكسدك بصفر. تقول لي ازاي ده انا كنت موجب واحد فوق؟ اقول لها في مركباتك، لو انت في مركب هعوض عنك بموجب واحد. طب انت واقفه لوحدك؟ بصفر. قال لك مجموع شحنات برضو اي مركب بصفر. اي مركب عندي زي اللي احنا كنا مسويين بايدي كده، لما اجي اقول لك كده NaCl واقول لك احسب لي احسب لي الCl، هقوم مساويها بصفر واعوض عن Na بموجب واحد ويطلع لي قيمه الCl. دي الملاحظات اللي المفروض حضرتك تكون حافظها وفاهمها كويس قوي عشان تقدر انك تحل اعداد التأكسد. تعالى كده عشان اخر حاجه بقى، ده في حاله ان انت كنت جبت لك عنصرين او مركبين كده جنب بعض او مركب وقلت لك احسب لي الايه؟ اعداد التأكسد بتاعته. طب لو في معادله، يعني لو جايب لك انا معادله تعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هتعملها انك هتحسب عدد التأكسد مره في المتفاعلات. هتحسبه مره فين؟ في المتفاعلات. هتروح على المتفاعلات كده وتحسب عدد التأكسد بتاعها. طيب تاني مره هتروح للنواتج، هتحسب المركب او العنصر ده وهو خارج في النواتج. لو لقيت ان ما حصلش قصدي تغيير في اي حاجه، يعني العنصر ولا حصل له اي تغيير، نفس القيمه اللي خارج داخل بيها هي نفس، يعني نفس عدد التأكسد اللي في المتفاعلات هو اللي في النواتج، يبقى ده ولا حصل له اكسده ولا حصل له اختزال. ولا حصل له ايه؟ اختزال. يبقى ساعتها بقول ان العنصر بتاعي ده ولا حصل له اكسده ولا حصل له ايه؟ اختزال. طيب لو لقيت حصل زياده، لو حصل عندي زياده في الشحنه مالها؟ الموجبه. زياده في الشحنه الايه؟ الموجبه. زياده في الشحنه الموجبه كنا خدناها في الاول اللي هي يبقى حصل له ايه؟ اكسده. طب لو لقيت حصل نقص في الشحنه الموجبه عكسها، يبقى المعلم ده حصل له ماله؟ حصل له اختزال. وقال لك خلي بالك لما تلاقي الماده المختزله والمؤكسده جوه نفس المركب، يعني مركب واحد كده في المتفاعلات جوه الماده المختزله والماده المؤكسده جوه مركب واحد، بسميها اكسده واختزال ماله؟ ذاتي. وخلي بالك من ملحوظه مهمه قوي، ان المعادله بتاعتك دائما وابدا بيحصل فيها العمليتين، لان العمليتين متكاملتين لبعض. يا اما بيحصل لازم زي ما حصل اكسده بيحصل الاختزال، واحد فقط والتاني هياخد اللي فقط. ما ينفعش يحصل اكسده واكسده، وما ينفعش يحصل اختزال واختزال، لازم يبقى واحد حصل له اكسده وواحد حصل له اختزال. في مشكله؟ حصه طويله، حصه مليانه بتفاصيل كتير وحاجات كتير قوي جدا محتاج انك تعرفها وتسمعها كويس قوي عشان تبدا تظبط وتبقى فعلا لميت. اقدر اقول لك ان انت بنسبه 99% لميت المنهج كله. اخر حاجه وهودعك ايه؟ ادي عندي معادله هنطبق او هنحل على طريقه الايه؟ التأكسد. انا عندي دلوقتي مركب اسمه NH4NO2 وعندي ال Na2 في النواتج، فانا هحسب مره في المتفاعلات ومره في النواتج. ادي ال NH4 مره وال NO2 فيها ان برضو، وادي المره اللي في النواتج اللي هي ال N2. دي اسهل حاجه، دي بصفر. جزيء متماثل واقف لوحده في النواتج بصفر. طيب تعالى على بعد كده ال NH4
دي بموجب 1 فهساويها بموجب 1. تمام؟ سويتها بالموجب 1 زي الفل. ابدا بقى يا ريس، انا دلوقتي عندي اهو ال اتش، هحط ال زي ما هي زائد ال اتش بموجب 1 في 4، تبقى موجب 4. هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى ال عندي هنا بسالب 3. ال عندي هنا تبقى بكام؟ بسالب 3. لحد دلوقتي في مشكله؟ لحد دلوقتي لا مفيش مشكله، الدنيا تمام وكله زي الفل. تعالى الناحيه الثانيه هنا، دي النترات هساويها بسالب 1 لانها احاديه. ال زي ما هي في الاو بسالب 2 في 2، هتطلع هنا بسالب 4. هنقلها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى موجب 4، هيبقى هنا ال بموجب 3. ال هنا هتبقى بكام؟ بموجب 3. ده سالب 3 وده موجب 3، مره في المتفاعلات، المرتين اللي في المتفاعلات. عايز اعرف مين في دول فقط ومين في دول اكتسب. هشوف الزياده في الشحنه الموجبه وعلى اساسها احدد. بعد اذن حضرتك كده بص كده معايا، مين هنا؟ انا هنا عندي الان في النواتج بصفر، وعندي هنا بموجب 3 وعندي هنا بسالب 3. اذا اللي كانت الان بتاعته اهي بصفر، كده حصل زياده ولا نقص؟ كده حصل زياده. مش كان بسالب 3 طلعت لحد الصفر، يعني الشحنه زادت، صح؟ فكده ده حصل له عمليه ايه؟ اكسده. كلام جميل. والعامل عكس العمليه، فده اذا ده عامل مختزل. مين اللي عامل مختزل بس عشان الناس اللي بتتلخبط؟ ده ال NH4 ده اللي عامل مختزل. طيب هنا NO2 كانت بموجب 3، خرجت بقت بصفر. خرجت بقت بايه؟ بصفر. فاذا ده فقط كان موجب 3 نزل ليه؟ صفر، فحصل له اختزال. فاذا ده عامل مؤكسد. عامل ايه؟ مؤكسد. وبس يا سيدي، اتمنى اشوفك على خير، اشوفك على خير في الحصه، والسلام عليكم.